من كام يوم كنت قاعد زهقان، قلت امارس هوايتي المفضله وهي السيرش عشان ما تفهمش غلط. لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. من فتره كده نزل ويب سايت معمول بيديك ثروه ايلون ماسك تصرفها كانها بتاعتك. الاف الناس جربتها واشترت بقى كل اللي نفسها فيه، جزر وقصور وعربيات ومراكب ويخوت، ولقت نفسها ما خلصتش 10% من الثروه دي. تعال بقى انا اقول لك، لو ربنا كرمك ومعاك فلوس زي ايلون ماسك، ازاي تقدر انك انت تصرفها وتمتلك اشياء مفيش اي حد في الدنيا يقدر يمتلكها غيرك انت. في الفيديو ده هنتكلم عن اغلى 10 حاجات في الكوكب ممكن الفلوس تشتريها. الحاجه اللي معانا في المركز الاول عمرها ما خطرت على بالك ولا هتخطر على بال اي حد، واتحداك في الكومنتس لو انت كنت عارفها. في المركز العاشر، لو انت اغنى شخص موجود على الكوكب فلازم يبقى معاك اغلى بدله موجوده في العالم، عشان عيب تكون في بيزنس ميتنج وفي حد لابس حاجه اغلى منك، واللي ثمنها 893 الف دولار، يعني حوالي 30 مليون جنيه مصري. وده عشان البدله دي معموله من الحرير على الكشمير وفيها 480 قيراط الماس. البدله دي في منها 3 نسخ بس في العالم، وكل واحده خدت حوالي 600 ساعه عشان تعمل حاجه كده تليق بحضرتك. وطبعا لما حضرتك تلبس بدله زي دي لازم يكون عليها اغلى جزمه موجوده في العالم، ودي اللي معانا في المركز التاسع، توم فورد كاستم شوز باي جاسن اراشبين، واللي ثمنها 2 مليون دولار، يعني حوالي 80 مليون جنيه مصري. والجزمه دي فيها 14000 ماسه بيضاء محطوطه كل واحده لوحدها مع دهب ابيض، ولما تشوفها كده هتحسها ما تنفعش تبقى رجالي اصلا. بس يا باشا، طول ما انت اغنى واحد على الكوكب تعمل اللي انت عاوزه ومحدش ليه عندك حاجه. كده لبست البدله والجزمه، فاضل ايه؟ الساعة. اللوك ما يكملش من غير الساعة، ولا ايه؟ بس ساعتها هيبقى الاوبشنز اللي قصادك محدودة، عشان اغلب براندز الساعات في العالم بتتعدى على الصوابع. بس احنا هنا دخلنا في ليفل تاني خالص من الفلوس، عشان الساعة اللي معانا في المركز الثامن هي باتيك فيليب جراند ماستر، واللي ثمنها 31 مليون دولار، يعني اكتر من مليار جنيه. تقول لي ليه يا عم الرقم ده؟ الساعة دي لو الماظ وياقوت مش هتكون بالرقم ده. الساعة معمولة من دهب عيار 18، والمميز فيها انها بتعمل اكتر من 200 فانكشن، زي انها نتيجة كاملة بتعرض لك التاريخ، وفيها اوقات مراحل اكتمال القمر. لا مش بهزر، الساعه دي بجد بتعرف التوقيت القمري، وده طبعا غير الديزاين الفخم جدا اللي ما يختلفش عليه اتنين. كده يا باشا خلاص انت قفلت لعبه، بدله وجزمه وساعه محدش في الدنيا يعرف يوم غيرك. ناقص ايه؟ هتروح المشوار بتاعك راكب عربيه عامله ازاي؟ مش هينفع تروح عادي، لازم تركب حاجه مفيش زيها اتنين، او حرفيا مفيش زيها في العالم كله غير اتنين. ويوم ما قررت سبتك من الفيراري واللامبورجيني والرولز رويس ورحت للبراند المفضل الى قلبي، مرسيدس. حاجه كده الماني وفخامه من اللي تحبها، بس دي مش اي مرسيدس عاديه، انت رحت على اغلى عربيه موجوده على كوكب الارض كله. اللي موجوده معانا في المركز السابع هي مرسيدس بنز 300 اس ال ار جول وينج اوهلين هاوت، واللي ثمنها 143 مليون دولار، يعني حوالي 5 مليار جنيه مصري. اللي انت بقى مش تخيله ان العربيه دي مش جديده، دي عربيه مستعمله، بس اغلى من اي عربيه جديده او مستعمله على كوكب الارض. ودي مش موديل السنه دي ولا موديل 2010، دي موديل 1955، يعني العربيه بقى لها حوالي 70 سنه. بس المميز في العربيه دي انه بيتقال عليها الاعظم في تاريخ العربيات، وقال عنها ستيرلينج موس انها اعظم سياره رياضيه اتعملت في التاريخ. We have was the finest car ever built. The 300 SLR is probably the greatest sports car ever built by anybody anytime. والعربيه دي مفيش منها غير نسختين بس في العالم كله، وبعد العربيه فانت كده كملت طقم الخروج بتاعك. هنروح بقى للمركز السادس، حاجة هتحطها في البيت ما ينفعش تكون في بيت أي حد تاني غير عند حضرتك، سالفاتور موندي بينتينج. ودي لوحة فنية كده ثمنها 450 مليون دولار بس، يعني بالمصري فوق ال 15 مليار جنيه. ومعنى اللوحة مخلص العالم، وهي صورة لسيدنا عيسى عليه السلام. اللوحة دي طبعا اللي رسمها عمنا ليوناردو دافنشي، واحد من أعظم الفنانين في التاريخ، وآخر مالك ليها هو الأمير بدر بن عبد الله آل سعود. بعد ما جبت اللوحة اللي هتزين بيها الريسبشن بتاعك، حسيت برضو اني مش فاضي، مش هينفع تحط فيه صيني ومذهب والكلام ده، مش هياكل معالق ذهب وفضه، دي بتاعت الناس المليونيرات العاديه، حضرتك مالتي بليونير، محتاج حاجه سبيشال تتحط في النيش، حته مجوهرات كده مفيش زيها في العالم، اغلى قطعه مجوهرات في العالم كله. فاشتريت الكراون جول، اغلى قطعه الماظ في العالم، واللي موجوده على تاج الملكه اليزابيث ملكه انجلترا الله يرحمها، وبتحتل معانا المركز الخامس ب 591 مليون دولار. الجوهره دي عباره عن 109 قيراط من الالماس، والمفروض انها اصلا طالعه من الهند، بس انا وانت وكلنا عارفين نص ممتلكات العائله المالكه البريطانيه جايه ازاي. تقول لي ليه يا عم كريم؟ ما تقولش، ما تقول عادي يا عم، انت في مصر هم في انجلترا ما حدش هيعرف يكلمك. اقول لك ما انا الشركه بتاعتي عملت لها فرع في انجلترا، ظبطت خلاص الريسبشن والنيش، تيجي لك مكالمه من واحد صاحبك ساكن في بلد تانية،
انا مش هضيع وقتي واركب المرسيدس اروح بيها المشوار الطويل ده كله. المشاوير الطويله دي محتاجه لها طياره معروفه، بس انا اروح اركب طياره عادي بزنس كلاس ولا حتى برايفت جيت؟ فرقت ايه كده عن البليونيرز العاديين؟ لازم يبقى معاك اغلى طياره موجوده في العالم، وهي الاير فورس 1، واللي معانا في المركز الرابع ب 660 مليون دولار. الطياره دي يبان من اسمها كده انها طياره حربيه، ودي فعلا حقيقه. انت حس الملاحظه عندك بقى عالي ما شاء الله، اتفرج على الفيديوهات عندي كتير هتلاقي حس الملاحظه عندك بقى في السماء. الطياره دي فعلا تابعه للجيش الامريكي، وهي دي الطياره اللي بتستخدم في نقل الرئيس الامريكي ذات نفسه. الطياره بتشيل لحد 100 راكب و26 فرد طاقم عمل في الطياره، وبتقدر تحط فيها بنزين وهي طايره في الجو. سرعتها حوالي 1050 كيلومتر في الساعه، يعني قريبه جدا من سرعه الصوت. لو سالتني هل الطياره دي ممكن توديك من القاهره لاسكندريه في 10 دقائق، اقول لك حبيبي انت ممكن تروح لالبان سويسرا في اسكندريه وتنزل تطلب وتطلع تاني وترجع القاهره وهتخلص كل ده في اقل من 10 دقائق. اللي ممكن يطول معاك هو الاوردر بتاع البان سويسرا، بس بما ان حضرتك اغنى واحد في العالم، انت قبل ما تنزل هيبقى الطلب بتاعك جاهز، ممكن تنزل لهم السبت من هليكوبتر يطلعوك. ما مش معنى انك انت حضرتك بقيت ملياردير تنسى اصلك. احنا عيب، احنا كلنا بدأناها من تحت. ندخل بقى عطيل، لان الارقام اللي فاتت دي كانت لعب عيال، لان كنا بنتكلم في ملايين الدولارات، انما اللي جاي مليارات الدولارات. بان خلاص بقيت راجل تقيل وشاري كل اللي انت نفسك فيه، سواء لبس او عربيه او طياره او اعمال فنيه، هتسكن فين بقى يا باشا؟ محتاجين لك بيت كده يليق بمقامك، فهتروح لاغلى بيت موجود على الكوكب. واللي معانا في المركز الثالث انتاليا، واللي ثمنه 2 مليار دولار. تخيل البيت ده موجود فين؟ يا ترى في امريكا ولا في سويسرا ولا في فرنسا ولا في ايطاليا؟ لان دول معروفين ان هم فيهم اغلى قصور في العالم، بس الغريبه ان البيت ده مش موجود في الاماكن دي، ده موجود في قريه اسيا، في دوله من اكتر الدول اللي في العالم اللي فيها فرق طبقي مش طبيعي، وهي الهند. البيت ده موجود على جزيره خاصه على ساحل مدينه مومباي، وصاحبه هو اغنى راجل هندي في العالم، موكيش أمباني. والقصر ده فيه وسائل راحة مش موجودة في أي حتة تانية في العالم. مساحة القصر ده أكتر من 37 ألف متر مربع، وطبعا عندهم كل ما تشتهيه الأنفس، مسرح سينمائي، سينما خاصة بيهم، معبد ضخم، اوضه ضيوف فخمه، ده غير ان هم عندهم جناين في البلكونات. ولو انت عاوز تاكل ايس كريم، هم عندهم برضو محل خاص بالايس كريم، عندهم 9 اسانسيرات سريعه عشان مستعجلين طبعا، قاعه رقص واستوديو يوجا وباركينج 6 ادوار، وكنوع من انواع الانشطه عاملين حاجه زي سكاي ايجيبت اللي موجوده عندنا في المولات على الضيق عندهم في القصر عشان يفرفشوا شويه. وبالحاجات اللي فاتت دي انت خلصت الضروريات بتاعت حياتك اللي بيسموها اساسيات الحياه. انا عارف ان حضرتك راجل محافظ وبتخاف على القرش، بس لازم تتبسط برضه. هتصيف فين؟ ده سؤال مهم. لو حبيت انك انت كده تقضي شهر في المحيط هتعمل ايه؟ هل هتأجر يخت عادي؟ اكيد لا، هتروح تشتري اغلى يخت موجود في العالم، يخت هيستوري سوبريم، واللي معانا في المركز الثاني وثمنه 5 مليار دولار. خد بالك ان دي التكلفه اللي اتعمل بيها في 2011، يعني لو جيت بعد دلوقتي مش بعيد تضرب الرقم ده في 2. والتكلفه دي عشان هو اصلا معمول من حوالي 100,000 كيلو من الذهب والبلاتين، واللي مصممه هو ستيوارت هوجز، وده ديزاينر بيعمل الحاجات اللكجوريوس اللي زي كده. طبعا انت مش محتاج تعرف الراجل ده بياخد مصنعيه قد ايه. صاحب اليخت ده هو رجل الاعمال الماليزي روبرت كوك. اليخت ده طوله 30 متر، وطاقم العمل اللي بيشغله متكون من 70 فرد، واليخت من جوه مفيش معلومات كتير عنه، بس اللي معروف ان الماستر بيدروم بتاعته تعتبر افخم اوضه موجوده في العالم كله. مش عارف يعني تفرق ايه عن الحاجات اللي بتيجي من دمياط. دلوقتي جت الحاجه المنتظره، صاحب المركز الاول، الاكبر والاعظم والاضخم والاعرق. الرقم ده استحاله هقوله للمصري لان ممكن برنامج الايديت يحصل له ايرور. يا ترى الحاجه دي عامله كام؟ 10 ولا 20 ولا 50 مليار دولار؟ الحاجه اللي معانا في المركز الاول ثمنها 150 مليار دولار. لو انت حد من عيله متوسطه فاغلب الظن هيبقى عندك شقه بتعيشوا فيها اغلب ايام السنه، وشاليه بقى في مكان بقى سواء في الساحل، في اسكندريه، في راس سدر. ولو انت في مستوى نجيب ساويرس هتجيب قصر على البحر في ايطاليا. بس كل الحاجات دي مش هتليق بيك دلوقتي، محتاج حاجه في ليفل تاني خالص، حاجه مش موجوده على سطح كوكب الارض، تحتاج انك انت تطلع للفضاء. فقررت حضرتك انك انت تعمل ايه؟ تشتري محطه فضائيه، وهي ذا انترناشونال سبيس ستيشن. المحطه دي بتلف حوالين كوكب الارض كله في 90 دقيقه بس، وسرعتها حوالي 28,000 كيلومتر في الساعه. المحطه دي بيعيش فيها رواد فضاء وبيعملوا ابحاث علميه في مجالات كتيره زي الفيزياء والاحياء وتكنولوجيا الفضاء، وبيدرسوا الظواهر الطبيعيه اللي صعب ترصدها من على سطح كوكب الارض. والمحطه دي مش مملوكه لمؤسسه او لدوله لوحدها، دي متعاون فيها امريكا وروسيا والاتحاد الاوروبي واليابان وكندا. بس لو وقفت ثانيه وفكرت في الموضوع هتلاقي نفسك بتجري في سباق ما بيخلصش. حتى لو وصلت الرقم 1 هتكتشف ان السباق ما بينتهيش، وخط النهايه اللي انت كنت متخيل ان هو هيريحك للاسف الخط ده مش موجود.
الحياه ابسط من انك انت تعافر فيها بالطريقه دي. ايا كان معاك ايه وعندك كام في البنك، مش دول المعيار الوحيد. المعيار الوحيد انك تكون راضي ومبسوط وحاسس بالنعم الكتير قوي اللي ربنا مديها لك بدون مقابل. لانك انت لو ما قدرتش تبقى راضي ومبسوط باللي عندك النهارده، عمرك ما هتبقى راضي ومبسوط باي حاجه هتوصل لها قدام. انا كريم حنفي، سلام.